بسم الله، السلام عليكم. هنتكلم دلوقتي كده ان شاء الله على الفيديو التاني. طيب، انا دلوقتي كده مثلا زي ما احنا وصلنا على اخر حاجه ان احنا الفيديو بتاعنا كان 15 ثانيه و10 فريم. طب انا مثلا دلوقتي كده محتاج ان انا اغير الموضوع ده، فاتك على في شورت كاتس كده هبتدي ان انا بقى اقولها ان شاء الله علشان تقدر انك تسهل عليك الشغل بتاعك. فمثلا انا دلوقتي خلاص لقيت ان الفيديو بتاعي مثلا اخره 14 ثانيه مثلا، فابتدي ان انا اعمل شورت كات اسمه كنترول كي. الكنترول كي جاب لي اول حاجه جت لنا في الاخر، يعني اول حاجه ظهرت لنا واول حاجه احنا ظبطنا عليها. فابتدي بقى دلوقتي كده ان انا اعمل عمليه تعديل، فالموضوع سهل جدا جدا. يعني انت ممكن بعد ما تخلص كمان تلاقي ان انت محتاج تعمل تعديل على مثلا عدد الثواني او الفيديو عايز تطوله. كل الكلام ده سهل جدا تقدر انك تعدله عادي. فمثلا انا عايز ان انا اقلله، فهخليه هنا دلوقتي كده اهو بالشكل ده ان هي تبقى 14 ثانيه. تمام. فبعد ما عملت خلاص، لو جبنا الانديكيتور عشان نتاكد هنبص في الاخر هنلاقيه ان هو عباره عن 13 29. ده معناه ان احنا دلوقتي كده يعتبر 14 ثانيه بالظبط، لان احنا قلنا ان الثانيه الواحده فيها 30 فريم على حسب زي ما احنا ما كنا مظبطين. طيب، دي كانت اخر حاجه احنا وصلنا لها ساعتها، وهنبدا ان احنا دلوقتي كده نتكلم عن حاجات ثانيه. لو جينا بصينا هنا موجوده في الخانه دي، الخانه دي بقى بنقول عليها افكت كنترول. دي اللي بيظهر فيها الافكتات عشان تقدر انك تتحكم في كل افكت انت دلوقتي كده تقدر انك تحطه. تمام. وفي نفس ذات الوقت الخانه دي بيظهر فيها الاليمنتس بتاعتك. فتعالى كده مثلا نشوف. لو جينا بصينا هنا هنلاقي علامه الاكس، الغيها. هتظهر دلوقتي كده عندك دلوقتي كده كل المعلومات بتاعه الفيديو بتاعك. تمام. والمعلومات بتاعه الاليمنتس اللي حضرتك حاططها، وكل ده هنشوفه دلوقتي. فهنا المعلومات بتاعت مين؟ بتاعت الفيديو. او انا مثلا دلوقتي كده 1800 زي ما حضرتك شايف 30 فريم بير سكند 14 ثانيه. تمام. ودي الكواليتي بتاعتنا اللي هي الكوارتر. لو احنا جينا مثلا غيرناها هنلاقيها ان هي ابتدت ان هي تزيد. فاهم قصدي؟ تمام. دي اللي هي الكوارتر لحد كده. تمام. خلاص. ودي يعني اللي هي النسبه اللي موجوده دي الكواليتي بتاعت الايه؟ العرض، الديسبلاي. اوكي. دي بتاعت العرض، لكن مش دي الكواليتي اللي حضرتك هننزل بيها الفيديو. دي حاجه تبقى هنقولها بس في الاخر. طيب، جينا هنا بصينا هنلاقي ان انا هنا عندي حاجه اسمها كومبوزيشن. ده الكومبوزيشن اللي حضرتك اللي احنا شغالين عليه. تمام. طيب، انا دلوقتي كده محتاج ان انا ادخل دلوقتي كده خلاص بقى الصور اللي احنا هنعمل عليها الافكتات بتاعتنا. تمام. هنبدا ان احنا نضغط تكتين بالشكل ده، وهتبدا ان حضرتك تدور على الصور انت حاططها موجوده فين، وتبدا انك تدخل الموضوع ده. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن انك تيجي عند فايل. تمام. ونبدا ان احنا دلوقتي كده نعمل انسيرت او امبورت للايه؟ للفايل بالشكل ده كده. فتقدر برضو نفس الكلام تجيب لك نفس الواجهه وتقدر انك تدخل كل الاليمنتس بتاعتك. تمام. فانا دلوقتي كده ادخل على الديسكتوب هدور على حاجات بتاعه دكتور محمد. فين دكتور محمد؟ هو فايل موجود اهو، دكتور محمد. انا دلوقتي كده دخلت هبتدي بقى ان انا احط الصور بتاعتي. زي مثلا دلوقتي كده هحط الصوره دي. تمام. عايز تحط اكتر من صوره بتضغط على زرار اسمه الكنترول. زرار الكنترول عادي جدا. تمام. هتضغط على زرار الكنترول. تمام. وتختار بقيه مثلا الصور بالشكل ده كده. طيب، بالمناسبه الصور دي انا اللي مصورها. تمام. طيب، هنبدا ان احنا دلوقتي كده نعمل امبورت للصور. خلاص. دخلنا دلوقتي كده الصور بتاعتنا وكله بقى زي الفل. ببدا دلوقتي كده انا مش عارف دلوقتي كده الصور هتلاقي بص انا مسميها اي اسم عادي جدا مفيش مشكله، ولكن انت هنا بتقدر انك تعمل رينيم للصور اللي حضرتك عملت لها انسيرت او امبورت. انا بس عملت كده علشان ابتدي ان انا اشرح بشكل اسرع يعني. فمثلا دلوقتي كده انت حضرتك مش عارف الصور دي بتاعت ايه ولا بتعمل ايه، فكل عليك انك هتضغط ضغطه ظهرت الصوره بتاعتك. تمام. الصوره جي بي جي ولا رو دي هتظهر برضه نفس الكلام، كل الحاجات وكل البيانات. طيب، انا شايف ان دي مثلا افتر. تمام. وفي نفس الوقت هي عباره عن فرونتال كلوزر. فهنا دلوقتي كده هضغط كليك يمين وابتدي ان انا اعمل رينيم. تمام. هعمل رينيم دلوقتي كده ان انا قلت ان هي عباره عن افتر فرونتال وكلوز اب. لازم اول حاجه تبقى عاملها كويس جدا هي عباره عن انك تستف اللاير بتاعتك، تبقى مسمي كل لاير علشان ما تتوهش. تمام. ودي اهم نقطه انا ببتدي ان انا اقولها في الاول الحقيقه قبل ما اقول التولز حتى. تمام. بعد كده هنبدا ان احنا نشوف مثلا الصوره دي ارتستيك،
وعندك مثلا هنا لا ده تيجي الصوره مثلا يجي نقول عليها ان هي upper and lower after، وهكذا هتبدا انك تكمل. هنا دي احنا هنقول عليها ان هي عباره عن فول فيس، ولكن هنا كانت بيفور. تمام، هنا هي عباره عن افتر، فهنقول عليها ان هي فول فيس، ولكن هنا افتر. الترتيبه اللي حضرتك رتبتها دي هتسهل عليك قدام، ودي هنبقى نشوفها قدام. طيب خلاص احنا حطينا دلوقتي كده الصور وكله بقى تمام. طيب حضرتك ممكن في هنا حاجات تانية تقدر انك تعمل دلوقتي كده، مثلا كرييت نيو فولدر. تمام، وتكتب مثلا دلوقتي كده حاجات الافتر مثلا، وتروح جاي الصور دي برضه نفس الكلام، تضغط على صوره كنترول وتختارهم كلهم، وتبدا انك تروح جاي مدخلهم على الفولدر بتاع الافتر بالشكل ده. ولو قفلته من هنا هيظهر معاك بالشكل ده. كل الموضوع هو عباره عن عمليه ترتيب، عمليه ترتيب علشان حضرتك انت ما تتوهش مش اكتر. لكن عادي يعني انا واحد من الناس حرفيا انا ببقى بحابب ان الصور تبقى كتير. تمام، وما بيفرقش كمان معايا الاسماء، ولكن انا بقول لك انت كل واحد بيبقى ليه طريقه في التعامل. تمام، ولكن الاحسن انك ترتب الصور زي ما انا بعملها دلوقتي كده. طيب هنا هيديك طبعا سبيس عشان تقدر تدخل صور ثانيه. تمام، وكل الكلام ده جوه فولدر. يعني حضرتك بص شايف المسافه كانت قد ايه او المساحه كانت قد ايه، لكن قبليها كانت عامله ازاي. فاهم الفكره؟ بص لو انا عملت دلوقتي كده حاجه اسمها كنترول زد، الكنترول زد ده بيبدا ان هو يرجع للخطوه اللي قبليها اللي هي كانت بالشكل ده. تمام، فانا لو دخلت مثلا الصور دي تاني كده، شايف المساحه عامله ازاي. تمام، انا ادخلها دلوقتي كده هنا جوه عند الابسط، وهقفل دي صغر المكان، فتقدر انك تدخل حاجات اكتر، وكمان هتبقى الدنيا عندك مرتبه. طب انا عايز الدنيا تبقى عشوائيه، انا بحب العشوائيه، او عايز ارجع مثلا دلوقتي كده كنترول زد. كنترول زد ده اختصار تقدر من خلاله ترجع لاي خطوه قبل كده. طيب هنبدا دلوقتي كده نتكلم على التولز الموجوده فوق، وبعد كده هنبدا نتكلم ازاي احنا نعمل انسيرت للصور بتاعتنا علشان تظهر لنا على الايه التايم لاين بتاعنا، وفي نفس الوقت تظهر لنا فوق هنا عندنا في البروجكت. طيب اول واحده تمام عندنا دي حاجه اسمها سيلكشن تول. السيلكشن تول دي بتقدر من خلالها انك تحرك بيها كل حاجه. تمام، يعني مثلا انا دلوقتي كده خلينا نقول مثلا دلوقتي كده الجزئيه بتاعت ازاي تنسرت الصور بالمره علشان هنحتاجها دلوقتي كده في الشرح بتاع الجزئيه دي. انا مثلا عايز ادخل الصوره اللي هي دي. تمام، خلينا مثلا نمشي بالسيكونس الطبيعي اللي هي فول فيس بيفور. تمام، كل اللي انا هعمله ان انا بعمل حاجه اسمها دلوقتي كده دراج اند دروب. يعني ايه دراج اند دروب؟ بتشد يعني بتضغط. تمام، كليك ماشي، كليك يمين بضغطه كبيره جدا، وتبدا انك تشد وتعمل لها دروب تحت في التايم لاين بالشكل ده. الصوره بتبدا ان هي تظهر معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، شكل كبير جدا ومخيف وكل الكلام ده. انا عادي جدا، ما تتفاجئش وما تستغربش من اللي انت هتشوفه. تمام، بعد كده انا كل الموضوع ده عشان بس اشرح لك دلوقتي كده السلكشن تول بتعمل ايه. هنختار السلكشن تول وهنبدا ان احنا نمسك اللاير بتاعتنا، لان وانس ان انا حطيت اي صوره او اي فيديو او اي اوديو او اي حاجه هحطها دلوقتي كده في التايم لاين بسميها حاجه اسمها لاير. تمام، فالسلكشن تول تقدر ان هي تحرك اللاير. ركز معايا كده على التو سنترالز دول، بص ما بقوش موجودين، يعني معنى كده ان انا اقدر ان انا احرك الصوره بتاعتي من خلال السلكشن تول. طيب انا عايز ارجع للايه للوضع البوزيشن الاساسي بتاعي، هنعمل حاجه اسمها كنترول زد. كنترول زد فرجعت دلوقتي كده للايه للاصل، لان انا عملت حركتين. تمام، على كل حركه هتعملها علشان ترجع للي قبلها هتتك على كنترول زد. هتلاقيني بعيد الشورت كاتس كتير عشان تحفظها فتسهل عليك. تمام، طيب بعد كده عندي حاجه اسمها الهاند تول. الهاند تول دي بتبقى عن طريق حرف الاتش تمام او المسطره السبيس، ودي من خلالها تقدر انك تحرك البروجكت ككل ولكن ما بتحركش اللاير. تعالى كده نشوف اهو حرف الاتش اهو ظهرت بالشكل ده، وتقدر انك تحركها برضه عن طريق تك كليك يمين وتعمل الموضوع ده بالشكل ده كده. انا حركت البروجكت كامل، فاهم قصدي؟ تمام، او عن طريق انك برضو بتتك نفس الكلام المسطره تمام وتحرك، وتفضل وانت بتحرك تكون متك على المسطره. طب لو شلت المسطره تمام ممكن ان هي تشتغل معاك. طيب عشان ترجع ان انت تحرك للسلكشن تول بتك حاجه اسمها في، حرف الفي. الفي ده هو الشورت كات. تمام، طيب افرق ازاي ما بين الاثنين؟ بص حضرتك كده على الماوس بتاعي تمام، هتلاقيه دلوقتي كده بالشكل العادي. الشكل العادي ده معناه ان احنا دلوقتي كده في حاجه اسمها سيلكشن تول، تقدر انك تحرك بالشكل ده. طيب انا عايز دلوقتي كده احرك دلوقتي كده البروجكت كامل، فاتك على مسطره، بص ايه اللي حصل بقى، عامل زي الهاند. تمام، فتقدر انك تحرك كده البروجكت تحت فوق، فاهم قصدي؟ طيب
بعد كده عندنا هنا الزوم، تقدر حضرتك انك تعمل زوم من هنا، تمام، او من عن طريق زي ما احنا ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات، عن طريق انك بتعمل الكوره اللي موجوده في الماوس، تمام، بتزوم ان او زوم اوت. طيب حضرتك لو لاحظت هنا كده على الارقام دي، بص بتقل وبتزيد، يعني ممكن برضه نفس الكلام ان انا ازودها او اقللها من هنا، تمام. فخلينا مثلا نعملها دلوقتي كده 1.5 فصغرت، تمام. ولكن افرض الدنيا مثلا ضاعت معاك فاعملها فيت، هتظهر معاك بالشكل ده اللي هو واخد الكومبوزيشن بالشكل الصحيح. طيب بعد كده عندنا الثلاث حاجات دول، دي ليها علاقه بحاجه اسمها الكاميرا، والكاميرا دي حاجات للادفانسد، تمام، مش للحاجات البيزك. طيب وهنا برضه نفس الكلام، الروتيشن، وهنا البان بيهايند او الانكر بوينت. طب يعني ايه دلوقتي كده الانكر بوينت، وايه هي اصلا الانكر بوينت؟ شايف الجزئيه اللي موجوده في النص دي الانكر بوينت. الانكر بوينت دي لازم تكون عاملها بشكل كويس علشان هتاثر على الحركه بتاعتك. كل الكلام ده هنفهمه لكن قدام، بس انا عايزك بس تبقى عارف دلوقتي كده الاشكال والاسماء والحاجات دي، تمام. فهي دي النقطه اللي حضرتك اللي موجوده في النص دي، ركز بص اهي، هي دي الجزء ده اللي هي الانكر بوينت. والانكر بوينت معناها اللي هي مركز ارتكاز الصوره او الفيديو او ايا كان. طيب بعد كده عندنا ده حاجه اسمها الشيبس. دي شيبس بتبقى جاهزه، حضرتك دلوقتي كده بتضغط دلوقتي كده عليها فتظهر معاك، ضغطت فبيبدا ان هو يرسم حضرتك زي ما انت شايف كده الشكل بتاعك، تمام. طيب زي ما حضرتك شايف، طيب انا مثلا دلوقتي كده عايز ارسم مثلا حاجه ثانيه غير المربع، فحضرتك هتتك عليها تكه مطوله هيظهر لك اشكال ثانيه زي مثلا الليبس او بوليجون او الستار، تمام، او انا رسمت ستار. طبعا الحاجات دي هتبقى اكتر في الاستريتور، لان بص حضرتك احنا ممكن نتك مثلا دلوقتي كده على الكنترول، تمام، واحنا مثلا بنرسم، تمام، بص الشكل بتاعها بيتغير، ده لو انت ضاغط على كنترول، تمام. طيب برضو نفس الكلام ممكن الشكل بتاعها يتغير عن طريق انك برضو ممكن الشكل بتاعها يتغير على حسب دلوقتي كده انت هتعمل ايه. يعني ممكن انت عايز تزود الاضلاع مثلا بتاعتها او اي حاجه زي كده، فحضرتك وانت بترسم، تمام، هتتك على دلوقتي كده الايه اللي هي الكوره اللي بتبقى موجوده في الماوس، فهي بتقلل او بتزود دلوقتي كده عدد الايه زي ما انت شايف كده، تمام. طيب دي الاعداد. طيب حضرتك مثلا دلوقتي كده عايز تصغر او تكبر، زي ما احنا ما قلنا كنترول، بص شايف الشكل بيتغير على حسب ما انت عايز، تمام. كل الحاجات دي ليها علاقه بالالستريتور، تمام، وكمان الفيديوهات اللي هي بتاعت الموشن جرافيك العادي مش الدنتل، لكن ما يمنعش انك ممكن تستخدم حاجات زي كده على فكره، فيعني ركز دلوقتي، تمام. طبعا احنا نعمل كنترول زد لكل الحاجات دي عشان كلها تشال. طيب بعد كده انا عندي هنا البين تول، ودي البين تول دي موضوع كبير فهنتكلم عليه في فيديو لوحده، تمام. هي دي عباره عن اداه انت بترسم بيها، ولكن انت بترسم هنا بشكل حر، انت اللي بترسم الشكل، ما عندكش مثلا شكل ستاندرد او شكل ثابت، لا انت هنا بترسم بشكل حر جدا، وليها وظائف ثانيه هنبقى نتكلم عليها في فيديو ايه لوحده، تمام. طيب بعد كده هنا التكست، تقدر ان حضرتك دلوقتي كده تكتب تكست، مثلا انا عايز دلوقتي كده مثلا اكتب ان مثلا الكيس دي مثلا افتر، تمام. وبرضه نفس الكلام هنتكلم على التكست في فيديو لوحده، علشان انت دلوقتي كده فيها حاجات كتير جدا، فيها مثلا دلوقتي كده خطوط مثلا، طب ازاي مثلا دلوقتي كده تكبر وتصغر الحجم مثلا بتاع الخط، طيب هبتدي دلوقتي كده مثلا ان انا اعمل عليه افكتات، كل الحاجات دي هتبقى برضه نفس الكلام قدام، انا بس بديك فكره عامه، تمام. طيب لحد كده واحنا دلوقتي كده الحمد لله تمام، دخلنا الصوره وعملنا كل حاجه والدنيا معانا لحد دلوقتي كده زي الفل. في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله هقول لك ازاي تقدر انك تعدل الشكل بتاع الصوره بتاعك، بحيث ان هو بدل ما يبقى كبير بالشكل ده يبقى دلوقتي كده شكله عادي وبسيط. وكده يكون وصلنا لاخر جزئيه في النقطه اللي احنا بنتكلم عليها دي، وهي شرح الواجهه بتاعه البرنامج. لكن ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هنبدا ان احنا نشرح فيه ازاي تحول الصوره بتاعتك من الشكل الكبير المزعج ده للشكل الطبيعي بتاع الفيديو، او انك تشوف وتحس ان الموضوع شكل طبيعي، لان بص هنا حجمها كبير جدا، فكل الكلام ده هنبدا ان احنا نتكلم عليه في الفيديو اللي جاي. وبس كده، بالتوفيق.